الراجل اللي يشيل مراته في وقت تعبها تفتكروا يبقى ايه؟ مالك يا حبيبتي، في ايه؟ شكلك تعبانة ولا حامل؟ الف مبروك مقدما. ما تقوم يا راجل انت، قوم شوف مراتك مالها، كانت بتتوجع يا عيني جنبك وشكلها تعبانة، قوم شوفها يا عم، ما ينفعش كده. ايه ده؟ ما عندكش دم خالص كده؟ اخس عليك راجل، يا خسارة. قفل المنبهات اللي هي كانت ظبطاها تقريبا علشان تصحيه يروح الشغل، هو قفلها. تفتكروا ليه؟ هنعرف دلوقتي. صحي هو قبلها طبعا، هو شايف انها تعبانة، فقرر ان هو يقوم يساعدها ويقوم يعمل كل حاجة هو مكانها. فهنا الرجولة مش بالكلام، لا هي مواقف. يعني هو ما بينش قدامها، بس راح قام وفعل. يعني الفعل بيبقى احسن. في اوقات كتير بنبقى محتاجين نسمع كلام، بس الفعل حلاوته احلى بكتير. فالراجل اللي يبقى شايل مراته في وقت تعبها يستاهل ويستحق ان احنا نقول عليه راجل. فالزوج الحنين احسن حاجة في الدنيا، واللي هو بيحس بتعب مراته، فده زوج ما يتعوضش ابدا. اتفاجئت ان كل حاجة معمولة، واللي هي اتعملت ازاي، انا مش سايباها كده. لا وكمان مجهز اكل. صحي بدري هو قبل ما يروح شغله. ايه ده؟ لا مش مصدقة نفسها، شفتوا الفرحة يا عمري؟